اكيد خدت بالك وانت بتتفرج عليا قبل كده ان فيديوهاتي اني بتكلم بشكل سريع، ولكن برضه بتحس ان المعلومه بتوصل بشكل اسرع ولكن بدون اي ملل. وممكن برضه في بعض الاوقات في معلومات تقع منك، وفي ناس كتير بتسالني ليه بتتكلم بسرعه كده، ولكن خليني اقول لك على السر. ولكن قبل ده كده احسن. اهلا بيك، انا ابراهيم وبقدم لك نصائح عن التسويق وشويه تريكات تزود بيها فلوسك. انا بتكلم في فيديوهاتي بسرعه لسبب بسيط جدا، وهو اني بحترم وقتك زي ما انا بحترم وقتي بالظبط. انا وانت عارفين ان النهارده بقت كل حاجه سريعه، السوشيال ميديا حتى الشغل، حتى انت نفسك ما بقاش عندك وقت تتفرج على فيديوهات طويله وممله. فلو قدرت انا اقدم لك نفس المعلومه اللي غيري بيقدمها لك في 10 دقائق، لكن انا قدمتها لك في 5 دقائق بس، ليه لا؟ كمان الكلام السريع بيخليك مركز معايا طول الفيديو، بمعنى ان مفيش وقت انك تسرح او حتى مفيش لحظه زهق، وده بيخلي المعلومه تفضل في دماغك بشكل اسرع. بما ان المحتوى دلوقتي بقى كله سريع، لو انا اتكلمت ببطء هتلاقي نفسك بتقلب الفيديو وبتدور على حد يقول لك المعلومه بشكل اسرع. فدلوقتي انت معايا مقتنع ان السر مش اني بتكلم بسرعه، ولكن عشان اوصل لك المعلومه بافضل طريقه. قول لي رايك في الكومنتات دلوقتي، وعايزك بقى تدوس لايك لو شايف ان الاسلوب ده فعلا بيخليك تركز وتستفيد اكتر. وفي النهايه اتمنى انك تتابعني عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي بافكار جديده. سلام.